لو معاك اي عمله من عملات ال 100 جنيه الورقيه اللي هنقول عليها جوه الفيديو، فبجد يا حظك يا هناك، جايب لكم النهارده تجميعه جديده يا جماعه لكل اصدارات ال 100 جنيه المصريه الورقيه، من اول الاصدار الاول حتى الاصدار التاسع، التسع اصدارات كلهم. وهتتفاجئ لما تعرف ان فيهم عملات بتوصل سعرها لمليون جنيه. ايوه زي ما بقول لك كده، فيهم عملات بتوصل لمليون جنيه مصري. فكل اللي عليك في الفيديو ان انت تسمع الفيديو للاخر وتقارن كل العملات اللي موجوده عندك، تبدا تقارنها بالعملات اللي موجوده جوه الفيديو. ولو معاك اي عمله من اللي هقول عليها دي فبجد يا حظك هناك. وهقول لكم كمان على الاصدارات الجديده، فيهم اسعار بتبقى غاليه جدا، بس لابد انه يكون فيها بعض المواصفات. بس لو انت اول مره لسه بتشوفنا على القناه ولسه ما عملتلناش اشتراك في القناه، فبطلب من حضرتك ان انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. وكمان هقول لكم على 4 اماكن تبيعوا فيها العمله. ولا بينا يا جماعه دلوقتي نخش جوه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا اول عمله في القائمه وهي 100 جنيه المعبد النادره الشهيره بكلمه 100 جنيه المعبد. ودي تعتبر يا جماعه خامس اقدم عمله ورقيه في مصر تم اصدارها على الاطلاق، وهي اول عمله او اول اصدار لفئه ال 100 جنيه بالاخص. تم اصدارها في 15 يناير 1899، وتم التوقيع عليها من 2 من المحافظين، وهو السير بالمر والسير فريدريك رولت. وقعوا الاثنين على 10 بريفكسات. هذه الورقه يا جماعه ما اتشافتش غير نموذج، يعني لاغي او سبيسمن، يعني كلها كانت تجربه. كل الاصدارات بتاعتها كانت تجربه ما تمش تداولها، لذلك فسعرها بيبدا من اول 70,000 جنيه لو هي متداوله، وفيها خدوش وفيها كتابات وفيها كسرات متهالكه، يعني لحد ما بيوصل ل 400,000 جنيه لو وصلت لحاله البنك اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع، يعني كأنها جديده زيرو بتشف وبترف، وعمرنا ما هنشوفها بالحاله دي. وهي ايضا يا جماعه بدون علامه مائيه. دي بالنسبه ل 100 جنيه. معانا تاني عمله في القائمه وهي 100 جنيه القلعه او قلعه محمد علي في المنتصف، او الشهيره ب 100 جنيه القلعه في المنتصف. هذه العمله تم اصدارها وهي الاصدار الثاني من فئه ال 100 جنيه. ثاني عمله ورقيه فئه ال 100 جنيه هي 100 جنيه القلعه. تم اصدارها من 1913 الى 1919، وهذه العمله تم اصدار منها 5 بريفكسات فقط بتوقيع فريدريك رولت. هذه العمله تعد هي العمله الاغلى على الاطلاق في مصر. ليه؟ لان تم توقيع منها 5 بريفكسات فقط، وظهر منها بريفكسات على هيئه نموذج اي تجربه سبيسمن يعني، وبريفكسات ايضا متداوله. سعرها يا جماعه بيوصل لمليون جنيه. طب ليه سعرها غالي جدا كده؟ لان تم توقيع منها بريفكسات قليله جدا، فسعرها لو هي سبيسمن، شوف اتشافت سبيسمن يعني تجربه، فبيبدا سعرها من اول 70,000 جنيه وبيعلى لحد ما بيوصل ل 170 و80 الف جنيه لو وصلت لحاله الازهر. اما لو هي متداوله بقى بين الناس حقيقيه، يعني 100 جنيه حقيقيه، فبيبدا سعرها من اول 150 الف جنيه الى ان يصل الى مليون جنيه، اي اغلى عمله على الاطلاق لو وصلت لحاله الانصر اي بدون اي عيوب نهائيه. اما لو هي متداوله فيها خبطات نقرات بيبدا سعرها من اول 170 و200 الف جنيه كمان. لذلك هي تعد اغلى عمله ورقيه على الاطلاق. كذلك هي تم طباعتها ايضا بدون علامه مائيه. هذه العمله ايضا ينصح ان انت تشتريها او تاخدها لو هي مقيمه من الشركات الاجنبيه زي البي اس جي سي او الان جي سي، الشركات الاجنبيه، لان تم تزويرها بعدد كبير جدا. لذلك وفي منها اعداد كبيره جدا كوبي لانها بدون علامه مائيه. دي بالنسبه ل 100 جنيه القلعه او قلعه محمد علي 1913 في المنتصف الاصدار الثاني من ال 100 جنيه. معانا ثالث عمله في القائمه وهي جنيه المآذن الورق. ودي شهيره ب 100 جنيه المآذن، وديت يا جماعه تم صقها وتم طباعتها في 1 مارس 1921، واخذت في الاصدار حتى 3 ابريل 1945. ودي تعتبر يا جماعه اكبر حجم ورقه مصريه، يعني كبيره جدا من حيث الحجم. تم التوقيع عليها من خلال 8 بريفكسات بواقع 100,000 ورقه لكل بريفكس، اي 800,000 ورقه. تم التوقيع عليها من 3 من المحافظين، وهو السير هورونيزبي والسير ادوارد كوك والسير نورمان نيكسون.
ديت تعتبر الإصدار الثالث لفئة ال100 جنيه. سعرها بقى يا جماعة بيوصل من أول 5000 جنيه لو هي متداولة وفيها خدوش وفيها كتابات وفيها نقرات وفيها اتساخ، إلى أن تصل إلى 250 ألف جنيه لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية. ومعانا رابع عملة في القائمة وهي 100 جنيه الملك فاروق، أيضا تم طباعتها في 1 يونيو 1948 وأخذ يتم طباعتها حتى 16 مايو 1951. تم طباعة منها 4 بريفكسات بواقع 100,000 ورقة لكل بريفكس. إذا الكمية اللي موجودة كلها في السوق هم 400,000 ورقة. تم التوقيع عليها برضو من 2 من المحافظين، وهو السير فريدريك ليسروس وأحمد زكي سعد. كل واحد من الاثنين وقع على بريفكسين. العملة دي أيضا يا جماعة هي تعتبر أول عملة في 100 جنيه عليها علامة مائية، هي أبو الهول. برضو سعرها يا جماعة لو هي عليها كتابات وعليها خدش وعليها اتساخ وعليها كسرات وتنايات وانقطاع في الإطار، فبيبدأ سعرها من أول 500 جنيه، لأن كل اللي موجود في السوق بيبقى عليه كتابات وعليه اتساخ ومش بحالة الأنصر. بيبدأ من أول 500 جنيه وبيعلى تدريجيا كلما قلت العيوب إلى أن يصل إلى 20,000 جنيه آسف يا جماعة لو وصل لحالة الأنصر، ويزيد عن 20,000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر. بس حالة الأنصر ديت يعني بدون أي عيوب نهائيا بحالة البنك، ودي بيحددها مجموعة. معانا خامس عملة في القائمة 100 جنيه الشهيرة ب 100 جنيه الملك توت عنخ آمون. هذه ال100 جنيه تم إصدارها في أكتوبر 1952 وانتهى إصدارها برضو في نفس الشهر أكتوبر 1952، لأن تم إصدار منها 2 بريفكس بس بواقع 100,000 ورقة لكل بريفكس. إذا العدد المصدر من هذه الورقة هم كلهم 200,000 ورقة، ودي عدد قليل جدا، وتم التوقيع عليهم من محافظ بنك واحد وهو يسمى محمد أمين فكري. لذلك العملة ديت نادرة وشحيحة وسعرها ماسك سعره في السوق، لأن في الوقت دي كان ال100 جنيه قليل قوي اما حد بيستعملها أو حد بيستخدمها سنة 1952. سعرها بقى بيبدأ من أول 500 جنيه لو فيها كتابات وشخبطة واتساخ وكسرات وانقطاع في الإطار، وبيعلى تدريجيا كلما قلت العيوب إلى أن تصل إلى 30,000 جنيه لو وصلت لحالة البنك أي بدون أي عيوب نهائية. ومعانا سادس عملة في القائمة وهي 100 جنيه قناع توت عنخ آمون بالطول، المشهورة ب100 جنيه القناع بالطول. وفي على الوجه الآخر موجود مسجد السيدة زينب. هذه ال100 جنيه تم إصدارها في 15 مايو 1978 وأخذ يتم إصدارها حتى 16 مارس 1992. تم التوقيع على 11 بريفكس بواقع 1,000,000 ورقة لكل بريفكس. تم التوقيع عليها من 2 من المحافظين، وهو المحافظ الأول محمد عبد الفتاح إبراهيم، والمحافظ الآخر هو صلاح حامد. محمد عبد الفتاح إبراهيم وقع على 10 بريفكسات بواقع 10 مليون ورقة، وصلاح حامد وقع على بريفكس واحد بواقع 1,000,000 ورقة، بإجمالي 11 مليون ورقة. الورقة ديت لو انت شفتها بحالة عادية فسعرها بيبدأ من 100 جنيه، ولو بدأت تعلى تدريجيا والحالة بتاعتها بدأت توصل لحالة الأنصر ممكن توصل سعرها ل 200 جنيه لو هي عادية. أما لو هي بالنسبة للسيريال نمبر بتاعها أو الأرقام بتاعتها لو كلها 0001 0002 3 لحد 0010 فدي سعرها بيوصل من أول 1500 لو وصلت لحالة الأنصر لحد 2000 جنيه. أما لو احنا شفناها كلها 3 خمسات 3 سبعات 3 تمانيات فبيوصل سعرها لحد 2500 جنيه. ومعانا سابع عملة في القائمة وهي الإصدار السابع من ال100 جنيه الشهيرة ب100 جنيه المسجد على الوجه مسجد السلطان حسن، وفي الخلف تمثال أبو الهول. ودي تعتبر الشكل الحديث للورقة اللي هو ما زال متداول إلى يومنا هذا مع حدوث بعض تغييرات طفيفة عليه. تم إصدار هذا الشكل في 1994 بالضبط في 14 سبتمبر 1994 وأخذ يتم تداوله حتى 7 أكتوبر 1997. وقع على هذا الإصدار محافظ واحد بس يسمى إسماعيل حسن محمد، وقع على 6 بريفكسات بواقع 10 مليون ورقة لكل بريفكس بواقع 60 مليون ورقة. الورقة ديت يا جماعة سعرها 100 جنيه، يعني لو هي معاك بالإصدار اللي هو الإصدار السابع
بيبقى سعرها 100 جنيه ما يزيدش عن 100 جنيه. اما لو هي يعني يفضل الاحتفاظ بيها. اما لو هي كلها فيها اختلاف بالنسبه للسيريال نمبر اللي غلي سعرها بقى، لو السيريال نمبر بتاعها كلها 0001 0002 الى 00010، فدي سعرها بيبدأ من أول 200 جنيه اللي بيعلى تدريجيا لو وصلت لحالة الأنصر لحد ما بيوصل ل 500 جنيه. أما لو السيريال نمبر بتاعها كله كلها وحايد أو كلها اتنينات أو كلها تلاتات أو كلها أربعات أو كلها خمسات لحد تسعات، فبيبدأ سعرها من أول 300 جنيه وبيعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل 2000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر، أي بدون أي عيوب نهائية من أي. ومعانا تامن عملة في القايمة وهي الإصدار الثامن من ورقة ال100 جنيه، وهي 100 جنيه أيضا. مسجد السلطان حسن على الوجه، وفي خلف العملة أيضا تمثال أبو الهول. هو الشكل الجديد للورقة وأخذ يتم تداوله لفترة كبيرة جدا، ولكن حدث بعد التغييرات الطفيفة الحديثة عليه في الشكل الأخير وهو الإصدار التاسع. هذه الورقة تم إصدارها من سنة 2000 وأخذ يتم إصدارها حتى 2014 بالظبط، من 6 سبتمبر 2000 حتى 2014. الورقة ديت يا جماعة وقع عليها العديد من المحافظين أمثال إسماعيل حسن محمد ومحمود أبو العيون وفاروق العقدة، وقع عليها بشكلين أو فورمتين، فاروق العقدة وفاروق التسع، بالإضافة لهشام رامز. تم التوقيع على 218 بريفكس بواقع 10 مليون ورقة لكل بريفكس. فالرقم اللي انا اقول لكم هتتخضوا عليه هم 2 مليار و180 مليون ورقه للورقه ديت اللي هي ورقه ال100 جنيه. لذلك فهي سعرها 100 جنيه ما بتزيدش عن 100 جنيه. اما لو هي انطبق عليها الشروط اللي احنا قلنا عليها مرارا وتكرارا في من خلال الرقم بتاعها اللي هو السيريال نمبر بتاعها 00001 0002 لحد ما توصل ل 0009 او 00010، فدي سعرها يا جماعه بيزيد شويه، بيبدا من اول 150 جنيه وبيعلى تدريجيا لو وصلت لحاله الانصر لحد ما بيوصل 300 جنيه. اما لو احنا شفنا الرقم السيريال بتاعها والارقام بتاعتها، الرقم بتاعها كله مثلا وحايد، كله اتنينات، كله تلاتات، كله اربعات، فدي بيزيد بيوصل من اول 300 جنيه وبيعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل 1750 جنيه لو وصلت لحاله الانصر، اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع. ومعانا تاسع عمله في القايمه وهي الاصدار الاخير والتاسع والاخير من ورقه ال100 جنيه، وهي ال100 جنيه المتداوله والحديثة واللي موجودة بين ايدينا الى يومنا هذا. وبتختلف ان ال100 جنيه فيها بعض الاختلافات، خصوصا على كلمة 100 جنيه تلاقيها بتلمع كده وبتضوي، وهي 100 جنيه المسجد برضو عليها في الوجه مسجد السلطان حسن، وفي الخلف في ابو الهول. تم إصدار هذه العملة من 8 أكتوبر 2014 وما زالت يتم إصدارها حتى الآن. تم التوقيع عليها من 3 من المحافظين وهو هشام رامز وقع على حوالي 24 بريفكس، وطارق حسن عامر وقع أيضا على حوالي 24 بريفكس، وآخر محافظ وهو موجود دلوقتي حاليا وهو حسن عبد الله وما زال التوقيع مستمر، وقعوا على حوالي 600 مليون ورقة، ودي رقم كبير جدا. لذلك يا جماعة فهي سعرها 100 جنيه، سعرها عادي جدا 100 جنيه. أما لو انطبق عليها بعض الشروط اللي هي السيريال نمبر بتاعتها والأرقام بتاعتها اللي هي زي ما بنقول عليها سوليد، كلها 0001 0002 003 لحد ما بنوصل ل 0010، فدي سعرها بيزيد شوية بيوصل ل 150 جنيه وبيعلى تدريجيا لو وصلت لحالة الأنصر إلى أن تصل إلى 300 جنيه. أما لو احنا شفنا الأرقام بتاعتها دي كلها السيريال نمبر كلها وحايد أو كلها اتنينات أو كلها تلاتات أو كلها أربعات لحد ما بنوصل كلها خمسات كلها تسعات، فدي سعرها بيغلى شوية من أول 300 جنيه وبيعلى تدريجيا لو وصلت لحالة الأنصر إلى أن تصل إلى 1200 جنيه أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع. أنا كده يا جماعة خلصت كل ما يتعلق عن عملات ال100 جنيه. نخش دلوقتي على السؤال المتداول من كل الناس، أبيع العملات اللي معايا دي فين؟ أماكن بيع العملات النادرة والشحيحة بالتفصيل. تقدر تبيعها من خلال 4 أماكن قلنا عليهم مرارا وتكرارا في الفيديوهات السابقة. أول مكان من خلال الأسواق الحرة اللي موجودة في كل من مصر والأسكندرية في القاهرة واسكندرية. القاهرة موجود عندنا في وسط البلد في شارع عماد الدين الألفي، سوق بينعقد جنب سينما ديانة يسمى سوق ديانة كل يوم سبت من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء. أيضا في سوق بينعقد في الأسكندرية كل يوم 4 في منطقة ميامي بجوار كافيه صيام،
بينعقد من الساعة أيضا 8 صباحا حتى 5 مساء كل يوم أربع. دي بالنسبة للأسواق الحرة. تقدر تبيعها أيضا من خلال المتاجر الإلكترونية اللي موجودة على الإنترنت على جوجل زي جوميا وعلي إكسبريس وأمازون وإي باي والعديد من المتاجر الإلكترونية. تقدر تبيعها في ثالث مكان من خلال الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك، وهناك العديد من الجروبات اللي بينعقد عليها مزادات على الفيسبوك، وسايب لكم روابط الجروبات في الرابط اسفل الفيديو. على اليوتيوب فبطلب من حضراتكم ان انتوا تعملوا لنا اشتراك على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وجديد، وهسيب لكم جميع روابط الجروبات لعرض المزادات اللي هي موجوده على الفيسبوك في الرابط هناك على اليوتيوب اسفل الفيديو. تقدر تبيعها في رابع مكان واخر مكان من خلال موقع اوليكس اللي موجود على الانترنت. دي موقع مخصص لبيع العملات الشحيحه والنادره. انا كده خلصت يا جماعه كل ما يتعلق بس رجاء بطلب من حضراتكم بس ان انتوا تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك عندنا في القناه وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لو انتوا بتشوفونا على اليوتيوب. اما لو انتوا بتشوفونا على الفيسبوك فرجاء تعملوا لنا لايك وشير ومتابعه عشان فيديوهاتنا توصل لجميع الناس. لربما يكون حد معاه عمله وهو ما يعرفش سعرها، يقدر من خلال قناتنا ان هو يعرف جميع اسعار العملات النادره والصحيحه واسعارها واماكن بيعها كمان. انا كده خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.